إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مشتريات السوق اللي الواحد بيبقى اصلا هيقوم بدري بقى ويروح وكده، ببقى مكسلة، بس انا مكانش عندي حاجة خالص، فاشتريت بقى كده. تلاجتي كانت فاضية، خلصت الطماطم وخلصت الخيارة وكده. بحب بقى انزل اشتري كل حاجة على بعضها، منزلش مثلا اشتري البطاطس والطماطم ولا اصل حاجات تانية بعد كده عشان مثلا كانت عندي خلصت. لا، لما بتسوق كده على بعض كل حاجة بتخلص مع بعضها وانزل برضه اجيب تاني. هنا بقى كنت غاسلة التلاجة اخر مرة معاكو، فهي نضيفة، عقمتها بس كده بشوية خل وصابون مواعين، وكانت حلوة معايا ونضيفة. رصيت كل حاجة مكانها في الاطباق وكده، طلعتها طبعا من الشنط عشان متبص. هنا الطماطم كنت جايبة كيلو وربع ب10. انا بتهيألي كل مرة بجيبها كيلو وربع ب10، ولا بترخص ولا بتزيد. ممكن يقول في ناس تقولك الكيلو ب10 وفي ناس بتقول الكيلو وربع ب10. طبعا في ناس بتقول كتير الاسعار نزلت، بس مش عارفة بتختلف من مكان لمكان ولا ايه، مش عارفة. حاسة ان الاسعار عادية في الخضار. الخيارة ب15، كيلو وربع ب10 من الطماطم، البطاطس ب10. مش حاسة ان الاسعار في الخضار والطماطم والحاجات زي كده قل. هنا كنت جايبة جزر برضو، جبت كيلو وربع ب10. طبعا الجزر بيقعد معايا كتير، استخدمه مثلا على السلطة، بستخدمه بحط على شوربة الفراخ او كده، فبيفضل معايا شوية في اليوم ده. اصلا صحيت بقى 9:30 كده الصبح عشان خاطر بقى اروح اتسوق في البدري، عشان انا اصلا من ساعة رمضان مظبطتش نومي خالص لحد دلوقتي. مش عارفة ان انا اصحى بدري. في ايام كنت بصحى بدري وارجع انام تاني على الظهر كده. بس هنا بقى في اليوم ده فعلا الصحيان بدري بيفرق. انا اتسوقت وجيت رتبت حاجاتي. طبعا المطبخ كان كل حاجة في الارض بقى من كان في مواعين عشا وكده في قلب الحوض، وكان كمان الحاجات اللي اتسوقت بيها كان في الارض، وكمان كنت جايبة مكرونات وحاجات تانية. وبقيت اشيل بقى الشنط وكده، والدنيا كانت مكركبة حواليا في المطبخ. رتبت بقى التلاجة الاول، وبدأت برضو ارتب المكرونة والحاجات دي شلتها دلوقتي. قلت ابقى اغسل بقى العلب بتاعتها وكده في وقت تاني. المطبخ كان متبهدل معايا، وكان فيه مواعين، وغسلت الرخامة. قلت بقى ابقى ضرفة الخزين ابقى اعملها في وقت تاني. هنا بقى كان الملوخية دي صبحة، جبتها بقى كده، قلت انا بقى هنعملها النهاردة. الواحد مش عايز يعمل طبيخ، بحس ان الطبيخ تقيل شوية، فالملوخية بتبقى خفيفة. وعملت رز وفراخ. هنا بقى البطيخة دي، انا كده لسه كنت خايفة. لا طبعا انتوا كلكم بتفتحوا البطيخة يا ترى تطلع قرعة ولا تطلع حلوة. هنا ما شاء الله طلعت حلوة، حمرا ومرملة كده. هي ادتني الكيلو، هي حسبتها بالكيلو، وزنتها طلعت 5 كيلو، وادتني الكيلو على 8 جنيه. مش البطيخة كاملة مثلا بكذا، لا هي قلت بالكيلو. بس الحمد لله طلعت ما شاء الله حلوة. هنا خلاص كنت رتبت كل حاجة ورصيتها بقى في التلاجة بترتيب كده، بدل ما تحطيها في الشنط وتبوظ معاكي ففضيها كده على طول. كنت جايبه برضو متنجان للمحشي، قلت ابقى اعمله في يوم. هنا بقى كنت جبت بيض، وجبت بقى كان عندي، انا كده كده عندي الرز. جبت بقى مكرونة، وكان عندي شعرية، فجبت كيس واحد بس يبقى يكمل معايا الشهر. وجبت كيسين لسان عصفور. طبعا برضو لسان عصفور بيقعد معايا، الكيسين بيقعدوا الشهر لان انا بعمل شوية صغيرين. محدش بياكل لسان عصفور قوي، فبعمل شوية صغيرة عشان لما بكتر بتترمي. طبعا في ناس بتجيب فرط،
او سايبة زي ما بتقولوا. في ناس يعني بتقول على المكرونة فرط، وفي ناس بتقول يعني عليها سايبة او كده. اللي حلوة برضو، بس انا بحب يا مكرونة او حوا او ادم. فدي كانت ادم، يعني هي بحبها في الاكل وكده. فجبت منها الشعرية ولسان عصفور، وجبت يعني كلهم نفس النوع. هنا بقى جبت شوية بسكويتات وحاجات لتيا عشان خاطر إيه تبقى موجودة يعني. حطها لها كده في درج بتاع التربو، يعني في الدرج التاني عشان خاطر تبقى تعرف تفتحه اللي هي عايزاه تبقى تطلعه منها، لان يعني احنا مش بننزل خالص، فيعني لو عايزة حاجة تبقى موجودة في البيت. هي كانت صاحية معايا، بس يعني فصلت كده على الساعة 11:30 ونامت. هنا بقى كان النور قطع، وخدت كده الملوخية عملتها. يعني النور كان بيقطع الساعة 1 لحد الساعة 3، لأن النهاردة قطع 3:30. طبعا يعني هو متأخرش، على 4:30 كان جه. هنا كان خلاص بقى عملت الملوخية والفراخ استوت معايا. دخلت بقى ان انا اعمل الرز وشوية ملوخية عملتهم. دي بص اسهل اكلة بحبها، ان هي وانتي واقفة بتعمليها. خلاص الفراخ استوت، عملت الملوخية. هنا كان خلاص يعني العصر. اللي هو بقى عملت الرز جنبها الملوخية، وحمرت الفراخ والسلطة. اللي هو انتي بتقفي شوية كده في المطبخ، نص ساعة او ساعة الا ربع، تخلصي كل حاجة، يبقى الغدا جاهز معاكي. ما ياخدش بقى وقت زي المحشي ولا كده. فعلا الصحيان بدري يعني انجز معايا اليوم. لما بصحى الظهر او كده، بنزل اجيب الطلبات بتاعتي مثلا زي كده في المتأخر، مش بلاقي كل حاجة حلوة برضو زي الخضار او الطماطم او كده، مش بلاقيها حلوة. بحس ان اليوم ضاع على ما انضف الشقة واطبخ ولو كده. لا، فعلا لما صحيت كده اليوم فرق معايا. خلصت كل حاجة على الظهر، كنت خلصت كل حاجة وقطفت الملوخية وغسلتها وحطيتها تنشف، وكمان روقت شقتي ورتبت التلاجة ومطبخي بقى نضيف، وحطيت دول في الغسالة، وكان في غسيل طبقته. فرق معايا فعلا كتير. اللي هو كده بقى خلصت الغدا وغسلت بقى المواعين وكل حاجة، وكانت الدنيا رايقة يعني. الحمد لله جه عليا المغرب كنت مخلصة كل حاجة. لكن الاول كان بيجي عليا المغرب مخلصة كل حاجة، بس من ساعة ما بصحى لحد المغرب مش بقعد خالص. اللي هو بقى بنضف الشقة وعايزة نعمل الغدا، وفي غسيل في كذا حاجة. ما مش بفطر اصلا، لان انا صاحية عايزة احضر الغدا وانضف وكده. لا كنت ببقى زهقانة حاسة بملل. فعلا لما يا ريت بقى اظبط نومي، يعني انا حاسة ان انا لما صحيت كده اليوم فرق معايا. فيا رب اثبت على كده، ان انا حتى اصحى 11 يعني. 11 حلوة برضه قبل الظهر بساعتين. هنا انا بعمل الملوخية، يعني في ناس بتحط الشوربة بعد كده تسقط الملوخية وتسيبها تفور وكده. بحس ان ممكن تبقى يعني مش مضمونة، او ممكن تبقى خفيفة منك او كده. فانا بحطها وبعد كده بحط الشوربة، وافضل بقى اشوفها يعني بقت خفيفة بقت تقيلة، انت بتعرفي تظبطيها. بس كده انت بتحطي الشوربة على زي ما انت عايزة، غير انك تحطي الشوربة وبعد كده تسقطي فيها. لا انا مش بحب الحركة دي بصراحة. بخاف يعني ممكن تخف مني، تبقى خفيفة يعني. لكن لما بتحطيها وبعد كده تبدأي تحطي الشوربة عليها، تعمليها زي ما انت بقى عايزة. خلاص مثلا كفاية كده ان هي انت حابة مثلا تقيلة شوية، حابة خفيفة، حابة تبقى مظبوطة زي ما انت عايزة. هنا كانت فارت معايا. وكمان عملت بقى التوم. هنا طبعا التوم الجديد نزل. بس انا لسه عندي برطمان، يعني هو مش برطمان كامل، نص برطمان كده مفروم وحاطاه في الفريزر. بس فعلا المفروم ده بيسهل عليكي، يعني اللي هو بيبقى لسه هتدوقي مثلا توم في الهون والكلام ده. لا، تبقى عندك البطرمان بتطلعي من الفريزر، تحطي اللي انتي محتاجاه وترجعيه تاني مكانه. فان شاء الله لما يخلص برضه هعمل من الجديد كده. مش هعمله كله، بس هعمل بطرمان مثلا احط. هو اصلا البطرمان بيقعد كتير يعني. كمان في ناس طبعا بتشتري التوم بتبقى يعني جايباه جاهز زي كده، تخليه عندها في اطباق كده، بتحطه في الفريزر بيبقى جاهز عندهم. وده طبعا حلو كويس انك تطلعي مثلا طبق تستخدميه لحد ما يخلص تطلعي غيره، بيبقى سهل برضو عليكي. طبعا البصل والحاجات دي برضو تجيبيها بالسنة يبقى احسن ليكي، عشان خاطر مش كل شوية تروحي تشتري في السوق، لان ساعات سعره بيطلع. سواء كان واصل للسعر الكيلو البصل ب30 جنيه، وساعات بيبقى اغلى من كده. بيبقى عندك اللي هو دلوقتي سعره حلو جدا. في ناس بتبيعه ب5، وفي ناس بتبيعه ب10 على حسب يعني. فتجيبي بتاع السنة يقضيك ويبقى عندك.
ولا تقعدي بقى تحتاجي ان انتي تروحي تشتري او كده. هنا بقى خلاص كنت عملت الملوخية والرز، قلت بقى احمر الفراخ، وعملت برضو جنبها سلطة. طبعا هنا البوتاجاز متبهدل، يعني انا بغسله في الاخر خالص عشان خاطر لما باجي احمر زي كده طرطشة الزيت بتبهدل معايا البوتاجاز، واللي هي الحوامل بتاعة البوتاجاز دي كلها بتبقى مليانة زيت. فطبعا في ناس ما بتحبش البوتاجاز بتاعها يبقى كده خالص وكل شوية تمسحه. فطبعا الطرطشة دي يعني عايزة اقولكوا بعد ما بخلص تحمير الفراخ بالذات بتبقى يعني مبهدلة معايا البوتاجاز خالص. بس انا بقى في الاخر خالص بغسله عشان متراكمش عليه دهون او كده. هنا بقى كنت غسلت المواعين الاول، بعدين قلت بقى هقعد اكل وبعد كده ارجع بقى اغسل البوتاجاز. بس كانت غسلت بقى الحلل، حلة الشوربة وحلة الرز والاطباق اللي كانت موجودة في الحوض او كده، فغسلتهم ما فيهاش فيه اي مواعين. فاتغديت كده وبعد كده قمت بقى غسلت البوتاجاز، بغسل برضو الحوامل بتاعته عشان متبقاش عليها اي دهون. يعني تغسيلها كده كل يوم، اي حاجة او اي طرطشة تبقى زيت او كده متبقاش موجودة. حتى لو ممكن محتاجش اصلا تنظيف عميق، يعني هو اصلا نظيف تهتمي بيه يعني. لان ده لو اتراكم عليه دهون يعني مش هيبقى نظيف معاكي، ومهما تعملي فيه خلاص. وبكده يكون الفيديو خلص، اشوفكم على خير في فيديو جديد.